السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش في أول ظهور بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي بثلاثية، ويورط مسؤولين جزائريين كبار تآمروا على المغرب، ويفجر مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت سعيد وفخور بفوز المنتخب المغربي فاضغط إعجاب للفيديو واعترفنك بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أفريقيا قبل قليل، وذلك بفوز المنتخب المغربي بنتيجة ساحقة على منتخب تنزانيا، وبهذا يدخل المنتخب المغربي التاريخ من جديد ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يفوز في بطولة إفريقيا هذه السنة، وذلك بعد هزيمة تونس وموريتانيا وتعادل الجزائر ومصر. لكن ما هز العالم وهو تصريح مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش بعد هذه المباراة، حيث صرح قائلا: آسف بشدة للمسؤولين الجزائريين لأنني لم أستطع تحقيق حلمهم اليوم، فلقد فعلت المستحيل، ولاعبي منتخب تنزانيا قاتلوا بشدة للفوز على المنتخب المغربي. فقبل هذه المباراة تلقيت اتصالات لا حصر لها من مسؤولين جزائريين كبار وشخصيات مرموقة، وواعدوني بأنهم سيدفعون لمكافآت مالية ضخمة وهدايا قيمة، وسيتوسطون للتدريب في أندية ومنتخبات عالمية إذا استطعنا هزيمة المنتخب المغربي اليوم. وهذا الذي جعلني أقاتل في هذه المباراة وأفعل المستحيل للفوز على المغرب، وكنت أظن أن الأمر سيكون سهل للغاية، لكن لم أكن أتوقع أبدا أن المنتخب المغربي قوي لهذه الدرجة. وأنا أتوقع أن المنتخب المغربي سيقاتل في المباراة القادمة أمام الكونغو، وأعتقد أن اللقب سيكون من نصيب المنتخب المغربي إذا استمر على هذا النحو. وفي النهاية شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.